كان الجيش الأمريكي يشاهد فيلما للكبار، وفجأة أدرك أحد الجنود أن المرأة التي ظهرت في الفيلم هي زوجته، فانهار الجندي تماما، وقام زميله الجالس بجانبه بسحبه إلى الخارج لتهدئته. في هذه الأثناء كان أنتوني يتباهى بنفسه ويسارع إلى تنظيم رفاقه لمواصلة المشاهدة. بحلول نهاية الليل تلقى أنتوني رسالة تفيد بأن صديقته قد انفصلت عنه. لم يستطع تقبل الأمر، فاتصل بها فوراً. جاءه صوتها المتقطع عبر الهاتف، لكنها ادعت أنها تركض. عندها أدرك أنتوني الحقيقة، فأغلق الهاتف غاضباً. أصبح صامتاً ولم يعد يملك الشجاعة للذهاب إلى الحرب. وللتخفيف من ألم فقدان حبه، سرق أنتوني برميلاً من مشروبات الجيش الكحولية ونظم حفلة لرفاقه. وبينما كان الجميع يستمتع بالوقت، غفى الجندي الذي كان يؤدي المناوبة بدلاً من أنتوني. اشتعلت قطعة قماش وانتشرت النيران إلى صندوق الذخيرة، مما أدى إلى إشعال جميع القنابل المضيئة في المعسكر، وكأنها ألعاب نارية متفتحة. سمع الجنود دويا هائلا وظنوا أنهم يتعرضون لهجوم، وعندما اندفع الجميع خارج خيامهم صدموا بما رأوه. في اليوم التالي عوقب أنتوني على ما حدث، فتمت إهانته وتخفيض رتبته، وأمر بتنظيف جميع الفضلات في المعسكر. أصبح أنتوني أضحوكة يضحك عليه الجميع. رفع بندقية هجومية ووجهها نحو أحد المجندين، وأمره أن يقتل نفسه بها، ثم وجه السلاح إلى نفسه متلهفا لتفريغ غضبه في ساحة المعركة. وسرعان ما تلقت وحدة أنتوني أوامر بالقتال، وتوجه جميع الجنود إلى خطوط المواجهة. وقبل أن يتمكن أنتوني من إظهار مهاراته في ساحة القتال، وقع حادث. فمع قصف مدفعية العدو أصيب أنتوني برعب شديد فتجمد في مكانه، وبعد انتهاء القصف تبول على نفسه من شدة الخوف. لاحقا وصلت القوات إلى معسكر العدو، لكن سلاح الجو الأمريكي كان قد دمره بالكامل، ولم يترك خلفه حتى جثة واحدة. وهكذا أنهى أنتوني مهمته بنقطة واحدة فقط: الأمر الذي خيب أمله. ولترك بصمته في ساحة المعركة، تقدم أنتوني بطلب لمهمة قنص، وسرعان ما وصل إلى الموقع الحصين. نظر أنتوني عبر المنظار وثبت هدفه على زعيم إرهابي، ما جعله في غاية الحماس. ثم عدل الزاوية وألغى الأمان. وقبل أن يضغط على الزناد، اندفع الضابط إلى الداخل وأمر الرجلين بالتوقف، لأن سلاح الجو سيقوم بقصف شامل. حتى تلك اللحظة لم تطلق رصاصة واحدة، وكان الجنود محبطين تماما. لم يعودوا يعرفون ما جدوى قدومهم إلى العراق. انتهت الحرب، وكل ما استطاع الجنود فعله هو رفع أسلحتهم بجنون وإطلاق النار في الهواء. بعد ذلك عاد أنتوني إلى الولايات المتحدة، لكنه عندما عاد إلى منزله كانت صديقته قد أصبحت زوجة لرجل آخر.